السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدموا ان شاء الله بقلاوة معسلة بطريقة جد سهلة ومبسطة مع مقادير يعني بسيطة ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. بقوا معنا باش نشوفوا مقادير الوصفة. اللي طحنته مع 3 المعالق ديال السكر. كما كتلاحظوا الزنجلان عندي مطحون زايد كتر على كاوكاو خليته شويه مهرمش. الزنجلان ضروري خصو يكون مطحون مزيان. زدت عليه كذلك معلقه صغيره عامره بالقرفه، وغادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الملحه. هنا غادي نجمعها بنص كاس ديال الزبده ونص كاس
يعني حتى نكمل الحشوه اللي عندي. من بعد غادي ندوزو مباشره للطريقه الثانيه، يعني واحد الشكل الثاني حتى هو كذلك طريقه سهله. بقاو معايا وتبعوا حتى الاخر. لارب ديال الزبده دايبه. غادي ندهن مزيان الورقه، يعني بكميه وفيره كما كتلاحظوا. راني كنعمر الشيته وانا كنحطها على الوجه ديال البقلاوه. يعني ضروري خص تكون الزبده بكميه وفيره باش ملي كطيب كتجي الورقه كتجي مقرمشه بزاف وكتجي خفيفه. غادي نكمل لاطاس بجوج بيغوم. من بعد ما سخنت الفران مزيان، يعني درجه الحراره ديالو كيكون سخون مجهد، ولكن منين غنجي ندخلوا لاطاط الفران غادي نقصوا العافيه وغنخليهم يطيبوا على المهل. ومن بعد غادي ندوزو مباشره باش غادي نضيفوا عليها العسل. من بعد ما طابت البقلاوه، العسل كانت عندي دايبه من قبل، غادي نكب عليها بالتدريج. مازال غادي نزيد، يعني هاد الكميه دي راه ما كفاتنيش. ذوبت هاد الكميه هادي ورجعت من بعد ما شربت هاد شويه العسل رجعت ضفتها عاوتاني. غير هو العسل من نكبوها مباشره تكون يعني باقا سخونه، العسل سخونه والبقلاوه تكون سخونه باش يلاه كتشرب على حقها. وكنخليها ليله كامله بايته في العسل حتى لغد لين عاد كنهزها وكنصفيها من داك العسل اللي بقات فيها، عاد كنحطها في كويغطات. اذا من بعد ما باتت ليله كامله في العسل كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي. كتجي
رائعه صراحه. كما كتلاحظوا الشكل اللي قطعناه بالقطعه ديال البيتزا كيجي شكل ديالها زوين، ومنظر ديالو حتى هو كيجي كذلك رائع. الورقه جات رائعه ومقرمشه مع داك الزبده، الكميه الزبده اللي خدمنا بها عطات واحد النتيجه روعه. اذا شكرا لكم على متابعه الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.